ابن تيمية ماذا يقول؟ انتبهوا عاد، يقول أربعة: حرمان المبتدع من الزكاة ومن الفيء، يعني المحاربة إيه؟ في الرزق، مثل ما فعل وزير يصير في إيه؟ في سيرة إيه؟ ابن تيمية، بس مش في سيرة علي. وابن تيمية معروف ما بالطبق مع علي كثير، منحرف عن الإمام علي عليه السلام. لو صار في سيرة علي عليه السلام لم يبادر أهل الجمل ولا أهل صفين ولا أهل النهروان بالحرب، وكانت خطته مع الثلاثة: لا نبدأهم بقتال، صح؟ وكان يقول لا نمنعهم مساجد الله، ولا نمنعهم نصيبهم الفيء ما دامت أيديهم معنا على عدونا، على الكفار يا أخي، على الروم، على الفرس. شوف الإمام علي عليه السلام، وهذا يحارب. تعرفون لماذا؟ لأن خطة علي في الحكم النقيض تماما لخطة معاوية الظالمة. معاوية حارب أهل المدينة في رزقهم 3 سنوات، انتبهوا، 3 سنوات لم يعط أهل المدينة رزقا، والنبي أوصى المسلمين بالأنصار ماذا؟ خيرا، قال استوصوا بالأنصار خيرا. طبعا واستوصى بأهل بيته واستوصى بالمدينة، الحمد لله، لا المدينة حفظت ولا أهل البيت حفظوا ولا الأنصار حفظوا، عشان تعرفوا تاريخكم ودينكم. فعلى كل حال هذا الوزير الأوقاف هو من جماعة معاوية بن تيمية، مش من جماعة علي. قال لك مستحيل أحرم مؤمن رزقه. يا أخي ليه؟ قال لك لا، نحرمه الفيء. ابن تيمية يقول لك هذا دين، خذ فتاوى ابن تيمية، ممنوع يعطى من الزكاة، ممنوع يعطى من الفيء. أخيرا وأختم بها عاد أسوأ ما صدر عن ابن تيمية، قال لك واتفق المسلمون على أن المبتدع لابد أن يعاقب وإن كان متأولا ومجتهدا ومعذورا، وطبعا له أجر واحد لأنه مجتهد صحيح. اتفق المسلمون. أعلق: من المسلمون يا ابن تيمية رحمة الله عليه؟ الذين اتفقوا. كلام غير صحيح بالمرة، محض التناقض والتشاكس. لما الكارثة تأتي عاد مع كلمة ابن تيمية رحمة الله عليه، إيش يقول؟ قال يعاقب بما يتناسب مع جرمه وفساده، إما بالحبس وإما بالقتل إن لزم الأمر. والعجيب وهذا السيء جدا جدا جدا، بالقتل إن لزم الأمر، السيء جدا. ماذا يقول رحمة الله تعالى عليه؟ يقول وقد يقتل المبتدع مع أنه ليس كافرا، بل له عذر ومجتهد، يقتل. والأعجب من هذا ماذا يقول؟ وإن تاب. هذه التي لم أستطع أن أفهمها. وإن تاب، قال حتى إذا تاب. طبعا مش كل مبتدع، عنده أنواع مبتدعين، لكن هؤلاء مجتهدون ولهم أجر وأخطأوا وقام لهم عذر عند الله. وأنا أتساءل معكم وأختم بهذا: طب من قام له عند الله عذر وثبت له لدى الله أجر، كيف يقتل يا شيخ الإسلام؟ بالله عليك كيف يقتل؟ أي تنظير هذا؟ وأي مستقبل نوعد به؟ مثل هذا الفكر أيها الإخوة إذا أخذ كما هو ولم ينتقد على كل حال. الآن طبعا بعض الناس يقول كيف تتجرأ؟ إيش تتجرأ؟ هو نبي، هو شيخ بفهم قد 1000 مرة، بس هو مش، هو بشر ويتناقض أيها الإخوة وبتطور فكريا وبيغلط في مواضع. هذه من أكبر غلطاته، بل أقول من أكبر ورطاته. وإن من ورطات الأمور التطريق لذبح المسلمين وقتل المخالفين بالطريقة اللي فعلها ابن تيمية. هذه كارثة من الكوارث. واليوم في ناس كما قلت يلهمهم ابن تيمية، يستلهمونه. إذا أخذوا هذا الكلام على علاته فالمستقبل مظلم جدا جدا.